يعطيكم العافية أصدقائي. حلقة اليوم حابة أنها تكون مختلفة تماما عن أي شيء حكيت فيه من قبل. رح أحكي اليوم تجربتي فينا نقول مع قوانين معينة كانت ممكن أنها تفيدني كتير. رح أحكي قصتي بمجال كصفاء الشخصية، فينا نقول بالجانب الديني، بالجانب الالتزام، بجانب هذا الموضوع. كيف ممكن أثر هذا الشيء على الجانب المهني عندي؟ سبحان الله. بداياتي الأساسية أنا كشخصية صفاء، قبل ما حتى أني أسس شركاتي، أنا شخص ما عنده هذا التدين الزايد. يعني أنا ما عندي هذه العبادات الكثيرة أو التدين الزايد. أنا شخص ملتزم أوكي بحكم بيئتي هيك، فأنا من بيئة أصلا أساسا ملتزمة ومتدينة جدا. فبناء على التربية أنا ملتزم، شخص أوكي تمام، مواعيد ونظامية إلى آخره. الكاركتر أوكي تمام موجود، لكن ما كان في تدين. سبحان الله، مع الوقت قررت أنه أتعلم أو أعرف ليش الناجحين ناجحين، كيف الناجحين وصلوا، كيف المليونيرة عندهم هاي العقلية يعني. فكان لازم أعرف تماما ليش هن نستحقوا النجاح، ليش هن حسنوا يكونوا أغنياء، شو الشيء اللي أنا عم ساويه غلط لحتى أنا ما عم بحسن وصل للمكان اللي هن موصلينه. فأوكي، صار لازم بقى ندرس هذا الموضوع، نشوف القوانين بشكل أساسي، شو الشيء اللي لازم أعمله. سبحان الله، قررت أنه أنا أدرس أو أشوف دورة الاستحقاق للدكتور أحمد عمارة. دخلت بالكورس. فهو كان عبارة أنه أنا كل يوم بدي أحضر كورس، بعدين بدي أطبقه وأعرف تماما شو هو الأشياء اللي أنا عم ساويها. اكتشفت بشكل بسيط إنه الله سبحانه وتعالى حاطط بإيدك كل الأوامر الإلهية، حاطط بين إيديك كل المفاتيح الأساسية اللي هي ممكن توصلك للنجاح، للغنى، للثراء، للراحة، للسلام الداخلي. رح حطهم كلياتهم وحطهم وين؟ بالقرآن. صرت أول مرة بحياتي أقرأ الآيات بطريقة مختلفة. بدأت أشوف عن جد إنه في أوامر إلهية في فئات من الناس. من هم أولي الألباب؟ مين هن الناس المتقين؟ ليش هدول الناس هن شو عم يعملوا؟ شو هو الأجر والوزر مثلا؟ فالكورس كامل عبارة فقط عن آيات كتاب الله وإخراج الأوامر من كتاب الله. تمام؟ وهذا الشيء اللي أنا حابة أحكي فيه اليوم بجانب الحرية المالية، بالجانب البزنس، بجانب المهني. تمام؟ لو إجيت أنا بدي أحكي بموضوع مثلا، خلينا بس ناخذ الموضوع من أوله. طيب معلش يا جماعة، أنا بجوز ماني مرتبة الكلمات، لكن أنا حبيت إنه هي الحلقة تكون بشكل عفوي جدا. هو بالفعل فينا نقول تغيير حياتي، تغيير الاستمتاع بالدين، الاستمتاع بأنك أنت الحمد لله أنك أنت مسلم. فينا نقول أنه أنا بفترة من فترات حياتي أنا وصغيرة كنت مجبورة على كتير أشياء، فكان عندي فينا نقول نفور من الدين. لكن لما قعدت ودرست هي القوانين، لما قعدت ودرست عرفت أن الله سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا. هي الآية مكانها هون، هدول بيعملوا هيك 1 2 3 عشان هيك هن هيك. فصار فينا نعرف شو هي قوانين الكون اللي بتوصلني وتوصلك لحتى توصل للحرية المالية، للراحة، للسلام الداخلي. تمام؟ فنحن لو جينا نحكي ببساطة ونشبه الحياة، تمام، الكرة الأرضية الشيء اللي عايشينه نحن، لو نحن شبهناها بلعبة، تمام، لهي اللعبة قوانين
اوكي، هي اللعبة قوانينها، اما انت بتعمل 1 2 3 بتفوز، 1 2 3 بتخسر. لو عملت هيك راح من نقاطك، لو عملت هيك راحت من الراحة النفسية، لو عملت هيك بلشت حياتك أو توازن حياتك يضيع. لاحظ، لو أنت عن جد إجيت وتتفكر بهذا الموضوع بشكل سليم، أنت لو أنت ماشي بقوانين الإله، بالقوانين الموجودة بالكون، القوانين الموجودة بكتاب الله، رح تلاقي إنه في سلام داخلي. طبعا أنت عن المؤمن الحق، عن الشخص التقي الصح، عن الناس اللي يقولوا الباب صح، تمام، مو كل شخص شيء، فهو بعيدا عن هذا الكلام. فأنت ببساطة لما بدك توصل للراحة النفسية، أو يبطل عندك هذا التوتر، أو يبطل عندك هذا الخوف، رح تلاقي إنه الأوامر موجودة. لما بدك تعيش بطريقة معينة، طيب أوكي، فأنا بدي وصل لهنيك، أوكي أنا مضطر أعمل 1 2 3 لوصل لهنيك. شو أول شيء بدي أبدأ فيه؟ العقلية. طيب أوكي، فلما نحن جينا اعتبرنا إنه نحن هلا حاليا موجودين بلعبة، وهي اللعبة إلى قوانين، والقوانين الموجودة وين؟ بكتاب الله. طيب أنا اليوم رح أحكي فقط بجانب حرية مالية، بجانب مهني. لو إجينا نحن أخذنا مثلا عدة قوانين موجودة نناقش فيها، لو إجينا أول إشي بدك تاخذ فيه قانون بدك تشتغل عليه، رح يكون قانون العمل. أوكي، لاحظ كل الآيات الموجودة هي اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. العمل أول، الفعل أول، بعدين نتيجة. هزي إليك بجذع النخلة تساقط. الفعل أول بعدين نتيجة. تمام؟ لاحظ معي، كل إشي أنت بدك تعمله، كل شيء بتعمله بحياتك بتاخذ نتيجته. يعني مثلا ولو أنت فكر أنه أنت ما عم تاخذ نتيجته، لكن هو يحتاج مثلا وقت أكتر، يحتاج استمرارية أكتر، يحتاج صبر أكتر. لو إجينا نحن أنت أي عمل بتعمله، تمام، وقول اعملوا فسيرى الله عملكم. تمام. لو أنت مثلا بدك توصل مثلا نعتبر للغنى، بلش تدرس أول إشي وتبني عقلية الغنى، وتدرس هذا الموضوع، وتبلش تاخذ تستثمر وتدخر بطريقة صحيحة وتدير أموالك بطريقة صحيحة، هيك رح توصل للغنى. تمام. ليش؟ عملت الأعمال اللي بتناسب الغنى. لو اجيت شخص أنت دخل، أنا في أشخاص بعرفهم دخلهم جدا ممتاز، لكن إدارته المالية غلط، لمجرد أنه هو ما قرر ياخذ كورس، ما تعب حاله بهذا الموضوع، ما فات شاف شو ممكن استثمر بأموالي، ما فات شاف شو ممكن أتعامل بهيك شيء، شو هي إدارتي الصحيحة، فشو استحق شو؟ دائما هو يشكل إلا. تمام. كل إشي أنت بتعمله تاخذ نتيجته قولا واحدا، ما في شيء اسمه. تخيل تماما انه انت لما بدك تيجي تحكي عن المليونيرة، اوكي، لاحظ اسلوب حياتهم، حتلاقي اسلوب حياتهم يستحق يكون غني، لانه هو بيعرف تماما كيف يستثمر، بيعرف تماما كيف يبني عقلية. فينا نقول اشتغل على عدة قوانين موجودة بالكون لحتى وصل لهنيك. اوكي، فلعبتك هون اول اشي انت مضطر تتحرك ليصير شيء، إن كان سلبا أو إيجابا. أنت تحركت سلبا فأنت حتاخذ نتائجه، وتحركت إيجابا فأنت حتاخذ نتائجه. ما في شخص ساكن تماما وبياخذ نتائج أو بيحصل شيء. تمام. فدائما في شيء عم تعمله، يعني أنت عم تتحرك لحتى تفلح، تمام، توصل للفلاح، أو عم تتحرك حتى توصل للإحباط، أو حتى توصل، يعني ممكن تكون عم تتحرك أنت بمعاصي، تتحرك بذنوب، تتحرك بشهوات، تتحرك بغرائز، فأنت بالنهاية تتحرك. لو أنت تحركت بهذا الجانب خلاص أنت حصلت هذا الشيء. أغلبية الناس الناجحين لما بيجوا بيقولوا لك إنه أنت إذا بدك توصل للحرية المالية عن جد وتبني إشي، بالسنة الأولى بدك تبعد عن الملذات. تمام. حاول بس تقعد مع حالك تشوف شو هي الأفعال اللي أنت عم تعملها. حتى لو أنت عقدت النية أنك تكون غني بيوم من الأيام، ما في أفعال تدعم هذا الشيء، فأنت حطل مكانك. أوكي؟ طيب، القانون الثاني اللي حابة أحكي فيه اليوم هو قانون الإحسان. الإحسان والإتقان.
أحد القصص اللي صارت معي بشكل دائم بتصير معي، تعطل تليفون الوكالة، فلما أنا تعطل اضطريت أنا أجيب شخص مشان يصلحه. فالمسؤول عن منطقتي شخص واحد، قمت أنا حكيت معه، قام إجا صلحه. هو طلع من هون ساعة اخترب مرة تانية. طيب رجعت مرة تانية صارت معي، اضطريت إني بدي أحكي مع حدا تاني، حكيت مع عدة جهات ورجعوني عند هذا الشخص، فاضطريت إني أرجع أحكي معه. رجعت حكيت معه ومع ذلك أنا عم بدفع بكل مرة. تقريبا جبته شي 3 مرات وبعدين ما عاد حسن نجيبه. قلت لهم خلص الأشخاص الباقيين تعالوا أنتوا، أنا بتكفل بكل شيء، بس تعالوا. للأسف إنه بعتوا. لما اجى قلت له انه الموضوع ما عم يمشي هيك وبدك اضطر بقى يعني يشتغل بطريقه صحيحه. بالبدايات هو كان فقط يسكج، تمام، ما كان في عنده اتقان لعمله، ما كان في عنده فكره انا بدي اكون افضل حدا واشتغل بمصداقيه عاليه واتقن الشيء واحسن الشيء اللي انا بين ايدي. وقيس على هذا الكلام، قيس بشكل كتير كبير. لمجرد انك انت اخذت قرار انك انت ما تحسن بحياتك، راح توقع البنايه اللي انت عم تعمرها. راح بنفس الوقت يكون في يوم من الايام انت كطبيب في حدا بحياتك، في حدا كمرضى راح يموت بين ايديك. طبعا الاعمار بيد الله، لكن انت بالنهايه تحسن وتتقن. الفرق الاساسي بين الناس الفقراء والناس الاغنياء هو الشخص بيشتغل بضمير. ما في شخص بيشتغل بضمير وبإتقان وإحسان وبيتعب على الشيء اللي بين ايديه وبيضل يطور حاله وبيشتغل بقانون العمل وبيتعب على حاله وما في له اسم. مستحيل، ما في، لانه اساسا هو شغال صح. اذا كان عم يشتغل على الباكج كامل، تمام. ففيك تتخيل انه انا في كثير من اصدقائي هنا الناس بيفضلوا فكره الوظيفه، انه انا بالنهايه بدي اتوظف. طيب تمام، صار له 6 سنين 7 سنين بنفس المكان، بيشتغل بنفس الروتين، بيعمل نفس الشيء. هذا الشخص اختار الطريق السهل، اختار الطريق اللي خلص اوكي يا جماعه انا تكنيك حياتي هيك، انا ما بدي اطور حالي، ما بدي اتعب على حالي. وقد يكون هو اصلا اعتاد جدا عليه، ما له بحاجه انه يتعلم شيء لحتى يتقنه، لحتى يحسن فيه. ديروا بالكم هي التفاصيل، هي التفاصيل هي اللي بتخلي الكفه تختلف، الاشخاص تختلف، الحياه بني ادمين تختلف. تمام. القانون اللي بعده قانون الإصلاح. قانون الإصلاح أننا لا نضيع أجر المصلحين. تمام. الإصلاح بده يبدأ أساساً لما أنت بدك تشتغل على قوانين الكون، فهو الإصلاح يبدأ بالنفس، أنه أنت تصلح نفسك، تصلح علاقاتك، تشوف شو هي الأشياء بحياتك اللي هي أنت خش أنك ترجع تشتغل تصلحها مرة تانية. مثلا في عندك أشياء موجودة بحواليك كماديات ممكن أنك تشتغل على إصلاحها. كثير من الأحيان الإنسان بيكون حاسس أنه الأبواب مسكرة بحياته، فلمجرد أنه أخذ قرار أنه أنا رح أحاول أصلح أي شيء بحياتي، حاول أصلحه، ولو نعتبر علاقة قديمة كان ممكن أصلحها، ولو كان نعتبر شيء من جواتي كعادة أنا ما عم بحسن أصلحها ولا أغيرها، أشتغل على تغييرها. حيتغير شيء بحياتك لمجرد فكرة الإصلاح. نحن هون لحتى نشتغل على إعمار الأرض، فأنت لما بتكون عم تشتغل على موضوع إصلاح فالموضوع بيختلف. تصلح نفسك، علاقاتك، كل شيء حواليك بينصلح، حتى فينا نعتبر حالاتك المادية، الجسد، النفس إلى آخره من هذا الكلام. فموضوع الإصلاح حتى لما أنت بتكون كثير من الأحيان مثلا ممكن أنا أجي استلم عن شركة تانية، فشركة تانية بتكون في عندها أخطاء، أنا مضطر إذا بدي أبني بشكل صحيح أنا مضطر أصلح الأخطاء اللي هي كانت شغالين عليها لحتى أبني بطريقة صحيحة. خلاص أنا بدي أصلح لحتى أبني. تمام. فموضوع الإصلاح بحياتك بكل الجوانب. أوكي. القانون اللي بعده حنشتغل على موضوع المنفعة.
أغلبية الناس الأثرياء أو الناس اللي عندها رؤوس أموال هي ببساطة حلت مشكلة عند الناس. أكيد سمع مني هذا الكلام قبل بمرة. كذا هي حلت مشكلة عند الناس، فهي اشتغلت على قانون المنفعة. أنت بالنهاية حابب أنك تبني أموال، تشتغل بشكل صحيح، فينا نقول تكبر، أنت مضطر تشتغل موضوع المنفعة. إن كان النفع لنفسك، إن كان النفع للناس اللي حولك، إن كان النفع لنطاقك، إن كان خلي تقديم قيمة للناس اللي حوليك بشكل دائم، تقديم قيمة بعملك، خليه جزء من حياتك. أنت دائما تتعامل بالقيم، أنت لازم تضيف، لازم تترك أثر، لازم تشتغل إنه أنا بقدم قيمة للناس. إن كان أنا بقدم قيمة للناس اللي حواليه، إن كان أنا بقدم لازم الشخص لما يتعرف عليك يتغير في شيء، لازم تقدم قيمة. تمام؟ بناء على هذا الكلام أنت فيك تكفي، لأنه إما حيكون عم تقدم قيمة أو حتكون شخص عادي مثلك مثل أي حدا، ممكن يتم استبدالك. لما أنت بتكون عم تقدم قيمة كبيرة للناس صعب استبدالك أساسا. هذا الشخص مثلا عم يجيب لي مبيعات، هذا الشخص أنا إيدي اليمين، هذا الشخص أنا برتكز عليه بكل إشي. تمام؟ أنت لما بتكون عم تقدم قيمة صارت قيمتك عالية عند الناس، صعب جدا الاستغناء عنك. فبناء على هذا الكلام بدك تتعب على قدراتك، بدك تتعب على الشيء اللي عم تقدمه، تتعب على تقديم القيمة والمنفعة للناس. تمام؟ في عنا قانون جدا جدا جميل ممكن انه كتير فعلا يأثر على حياتك، هو موضوع الجهد الأقل. ما هنا بيقول لك اعمل بذكاء ليس بجهد، أنت تحتاج اثنين، تعمل بذكاء وبجهد حسب. لأنه هلأ حاليا في عنا تقنيات جديدة وأدوات جديدة نزلت على السوق كالتكنولوجيا. طيب أوكي يا جماعة، أنا لما بدي أجي أشتغل أنا لحالي مثلا نعتبر تاسك من التاسكات، هذا التاسك بياخذ معي أنا مثلا نعتبر 5 ساعات، إذا استخدمت الأداة أخذ معي ساعتين. أوكي، رفعت قيمتي، صرت بعرف أشتغل بطريقة احترافية أكثر، بشتغل على الأدوات بنفس الوقت اشتغلت على الجهد الأقل. ولو نعتبر نحن مثلا في عنا نعتبر انه في عنا كذا كيس شمينته طلب من احد الاشخاص انه يطلعون على الطابق العاشر. اوكي، هذا الشخص شاف انه هو لازم يعمل هذا الشيء ويتقنه، اخذ الكياس صار يطلع على الدراج واحدة واحد، واخذ نهار كامل هو عم يرفع الكياس على الطابق العاشر. لو هذا الشخص فكر شوي وراح جاب عرباية، استعار عرباية من أي مكان حواليه وجاب العرباية حط الأكياس فيها وأخذ العرباية وراح مباشرة على الأسانسير، تمام، ركب بالأسانسير وطلعنا على الطابق العاشر، كان قديش أخذ معه وقت؟ ربع ساعة. ليش؟ لأنه هو قرر ياخذ قانون الجهد الأقل، قرر يستفيد من الموارد، قرر بالنهاية يشغل عقله حتى يوصل بشكل أسرع. وهذا الشيء أنت لازم تواكبه. موضوع الذكاء الاصطناعي اللي دخل أنت بدك تواكب، موضوع أنه في أدوات جديدة بتسهل المهنة بدك تواكب، هتشتغل عليهم قولا واحدا. كل ما حاربت التغييرات كل ما صارت حياتك أصعب، كل ما أنت كان في عندك مرونة كافية لحتى أنت تتعلم الأشياء وتفكر تستخدم عقلك. مجرد أنه أنت استخدمت عقلك بطريقة صحيحة ما يحتاج هذا الجهد الكبير. تمام؟ بصير الموضوع تعقيد الأمور أبسط بكتير. تمام؟ حبيت نوه عن دول القوانين وأحكي هيك أشياء من القلب اليوم، أنه بالفعل لما أنت بتفهم الأوامر الإلهية وترجع لكتاب ربنا بأي شيء بحياتك، إن كان دورك كمدير، إن كان دورك بحياتك الطبيعية، إن كان دورك أنت حابب تنجح، إن كان دورك حابب أنك تصير غني، إن كان دورك كزوج أو كزوجة إلى آخره، ترجع تشوف الأوامر الإلهية الموجودة اللي يمكن أن تسهل حياتك. فليش لحتى ما نعمل هيك؟ طالما نحن موجودين بهي الحياة فهي الحياة إلى قوانين، مجرد أن القوانين موجودة. طيب أوكي، وين لحتى تسهل حياتنا؟ بالقرآن. ارجع على كتاب الله، شوف الأوامر بهذا الفعل بهذا الموقف اللي أنا فيه وبتمشي فيه بعدين. تمام؟ هاي كانت هيك فينا نقول لمسات اللي ممكن هي عن جد تغير حياتك. حبيت أحكي بقوانين الكون. حاول ترجع للأوامر الإلهية، حاول ترجع للشيء المفاتيح الأساسية اللي هي ممكن تسهل حياتك واللي هي عن جد حتسهل حياتك. كنت معكم أنا صفاء عصفور، مؤسسة كارت صفاء للدعاية والإعلان. شكرا لمتابعتك وحضورك لآخر الفيديو. بتمنى عن جد تستخدم هاي القوانين بحياتك وترجع عليك بنفع كتير كبير.
رح أترك لك رابط خدمات الوكالة عشان إذا حابب تستفيد منها، وبرنامج تدريبي أول $1000 كيف تصل الحرية المالية، تفاصيله كمان بالبايو بالوصف. تمام. لا تنسى تتابعني على مواقع التواصل الاجتماعي واشترك بالقناة. كل التوفيق وبشوفك الجلسة الجاية إن شاء الله.